السلام عليكم. الله يسعد مساكم وصباحكم كل اوقاتكم يا رب. بدي احكي بهالفيديو 3 دقائق مختصر في حديثي في اليوم، انه عندي كلام كثير احكيه عن الشعب السوري اللي صار فيه، شلون طلع من بلده، منه من بقي ومنه من خرج. نحن اللي عايشين باوروبا مثلا اخذنا قرار صعب وطلعنا لهون، وصلنا ل 12 سنه عايشين بروتين واحد. تخيل انك انسان تعيش 12 سنه بروتين، لا في زيارة أقرباء ولا أخوال ولا أصدقاء، كله فقدته. هذا عايش بحياة تانية، ما عم نحسن نتأقلم. فمثل السجن اللي قاعد فيه أنت، مقيد، كل شيء مأمن لك. ليش مقيد؟ لأنك مجبر أنك تضل تعيش بهالمكان. وإذا حبيت تطلع من هذا المكان اللي هو السجن مثلا، المقيد فيه أنت، ممكن ما تلاقي الشيء اللي داخل السجن هذا، أكلك شربك منامتك طبختك ما تلاقي. تخيل اليوم عندك حرية انك تطلع، اي حريتك اطلع، بتطلع اطلع، تكون الحرية عليك نقمة. خايف، عندك خوف انه انا اذا طلعت بحسن ارجع، ما بتحسن ترجع. لو عندك جنسية خلص تعودت على حياة هون، يعني هون صار فينا باوروبا. شلون؟ باوروبا في معيشة مأمنة بس ما في حياة. بسوريا في حياة بس ما في معيشة. فصاير فينا نحن بدنا المعيشة والحياة، هذا الشيء اللي مشتتنا، ما لنا عارفين ناخذ قرار. واللي بسوريا مفكرين عايشين احلى عيشه برا. نحن لا، نحن عم نعاني وانتم عم تعانوا. نحن عم نعاني حنين للبلد اللي ما لنا قادرين نستقر فيها، وانتم عم تعانوا مثلا من فقر، مفكرين حالكم حتغنوا برات سوريا مثلا، حترجع تاكل وتشرب وتنام وطبابه مأمنت لك. بس رح يجيك الوقت انه انت توصل لحاله الاكتئاب والملل من الروتين. فهون في صعوبه القرار بالنسبه لنا، نطلع ما عاد نحسن نرجع. ولو معك جنسية برجع بقول أخذوا جنسيات، طلعوا شافوا سوريا جريحة، انقهروا، مو هي سوريا، صار 10 12 سنة، ردوا رجعوا لهون مقهورين. نتمنى سوريا تتعافى إن شاء الله لنرجع لها قبل ما نموت بالغربة. الغربة صعبة، حتى بسوريا حياة صعبة، بس مجبورين نصبر، كتب علينا الصبر.